تخيل انك كمشجع لريال مدريد انت السبب في خساره فريقك، انت طلعت ظالم اربلوا والموضوع ده وراه حكايه. لو فاكر ان صوتك في المدرج ما بيوصلش للعيبه، في اتلتيك بيقولوا لك العكس، وان توتر وغضب الجمهور بيوصل للعيبه زي العدوى بالظبط، وان مخ اللاعب بيولوجيا مصمم على انه يلقط اشارات القلق منك انت. فاول بقى ما تبدا صيحات الاستهجان او حتى الهمهمات القلقانه، جسم اللاعب بيدخل في حاله دفاعيه اسمها استجابه التوتر. طبعا مش محتاج اقول لك ان النتيجه كارثيه، تنسيق العضلي بيقل، سرعه الاستجابه بتبطأ، والاخطر من ده كله ان اللاعب بيبدا يستخبى في الملعب ويخاف يطلب الكوره عشان ما يغلطش. If you're not having a good time on the pitch, you would expect your fans to get behind you and try and make you do better because it'll make them happy. But it seems to be that they do the opposite. طبعا مش محتاج اقول لك ان جماهير ريال مدريد بتعمل ده اثنين وخميس في لعيبتها. صفارات الاستهجان على كل اللعيبه من اول بلينجهام لفينيسيوس وحتى فالفيردي ما بتخلصش. They just whistle you, which consequently makes you feel worse. You lose your confidence and then you play worse, which is going to make them even more upset. حتى ارتيتا مره في البريمير ليج طلب مره من الجماهير ان هم يهدوا شويه عشان اللعيبه محتاجه تتنفس. وفي وست هام مدرب الفريق مره وصف ان قلق الجمهور بيتحول لصمت تام بيقتل اي ابداع. يعني باختصار انت مش بس بتشجع، انت الطاقه اللي بتديها لهم سواء سلبيه او ايجابيه. تفتكر انت بقى مين اللاعب اللي كان موهبه والصفارات اللي حصلت عليه من الجمهور او ان هم يزوموا عليه هي اللي قتلت موهبته؟ اكتب لي اسمه في الكومنتات، ولو حصل معاك تجربه مشابهه يا ريت تقولها لنا. اصحابكم السلام. انا عن نفسي كانوا بيقولوا لي احمد يا ملك يا ابو رجل زنبلك، ما كنتش بجيب اجوان.